السلام عليكم جميعا وكل سنة وانتم طيبين. يعود الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2024-25 للعودة. يعني من يوم السبت عندنا 4 ماتشات السبت، 4 ماتشات لحد يوم الاثنين هنتكلم عليهم في الآخر، ولكن موسم إن شاء الله يكون جميل. ويعني يا رب اللي يستحق يفوز، ويا رب اليوفي هو اللي يستحق في الآخر طبعا. ولكن النهارده هنتكلم عن بدايه الدوري الايطالي والتوقعات في الاخر، برضه هنشوف التوقعات. ولو ان الموضوع هيكون صعب جدا، يعني الموسم ده صعب بناء توقعات دلوقتي، لان لسه الميركاتو قدامه مش اقل من اسبوعين كمان، والله اعلم كمان في الموسم هنشوف المستوى هيبقى عامل ازاي. عندنا ال20 فرقه كلهم تقريبا نصهم او اكتر مغيرين مدربين، يعني تقريبا في 11 فريق مغيرين مدرب وفي 2 يعني مكملين. يعني لو هنسيبنا من روما وليتش ان يعني المدربين بادين في نص الموسم، ولكن عندنا بنتكلم يعني اليوفي مع موتا، نابولي كونتي، الانتر زي ما احنا مفيش مشاكل، عندنا ميلان فونسيكا، عندنا باروني مع لاتسيو، عندنا بالادينو مع فيورنتينا، عندنا ايطاليانو مع بولونيا، عندنا نيستا مع مونزا. احنا عندنا تقريبا 11 فريق مغيرين مدربين، فالموضوع ده هيكون صعب التوقع جدا. يا ترى الامور مين اللي هتظبط معاه ومين اللي مش هتظبط معاه، فالموضوع هيخلي التوقعات صعبه جدا. ولكن برضه هندي توقعات اوليه في النهايه كده، ان الواحد يعني حاسس بايه او الدنيا تمشي ازاي. ولكن عندنا الموسم ده في طبعا 3 فرق نزلوا، في روزينوني وساسولو وسالرنيتانا، وتم تعويضهم بال يعني المتاهلين للسيريا اي الجدد. طبعا عندنا النادي التاريخي بارما هيكون اضافه للدوري الايطالي، ناس ليه يعني بتعشقه من زمان، لان يعني نادي تاريخي، فيعني الحلو بعد ما بهدلته الايام رجع السيريا ايه. وعندنا طبعا نادي كومو ونادي فينيسيا، الاثنين يعني مناطق جميله وخلابه وساحره في ايطاليا، فبرضه يعني زي ما نقول لهم طابع خاص. فدول يعني ال3 فرق بدل الفرق اللي تم هبوطهم. يمكن الميركاتو ناس كتير كانت قالت لي نتكلم على ميركاتو باقي الفرق، فالنهارده هتكلم شويه على يعني بعض يعني ابرز الاسامي، لان طبعا بالتفصيل مش هقعد افتح الترانسفير ماركت واقعد اتكلم يعني. ولكن ابرز الاسماء يمكن اليوفنتوس طبعا مش هقعد اتكلم كتير، ولكن يمكن دوغلاس لويز وكافرين تورام دي جريجوريو يمكن ابرز الاسامي. طبعا في كابال كمان، ما فيش حد تاني جه غيرهم، لسه في انتظار بعض الاسامي التقيله ولسه الميركاتو شغال، ولكن دي يمكن ابرز الاسامي. نيجي بعد كده الانتر حامل اللقب، عندنا زيلانسكي وتاريمي، يمكن دول ابرز اسمين. طبعا اضافات قويه، خاصه زيلانسكي عارف الدوري الايطالي وجاي من نابولي فري ترانسفير، يعني اضافه قويه، ولكن برضو ما فيش الاسامي الجامده جدا. عندنا بعد كده نابولي، اول ما جه كونتي جابوا له بونجورنو وجابوا له مارين وجابوا له سبيناتسولا، وبعدين الامور هديت الى حد ما. كان في كلام على بريشانيني، ولكن في الغالب هيروح اتلانتا. وطالما جبنا سيره اتلانتا نتكلم، اتلانتا عاملين ميركاتو لا باس به برضه، جابوا زانيولو وجابوا راتجي. بعد كده ميلان، يعني كان في هدوء كبير في الميركاتو الميلان، ولكن اخر اسبوع او اسبوعين تم اضافه يعني موراتا وبافلوفيتش وإيمرسون رويال، طبعا مع ساليميكرز اللي رجع من بولونيا، هو بتاعهم كده كده ولكن رجع وبيأدي، فبرضه هنعتبره اضافه جديده. روما جابوا لوفي يعني وسط، وبعدين صفقتين سوليه ودوفبيك يعني مهاجم وجناح مهاجم، فيعني برضو روما عامل ميركاتو لا بأس به، ولكن لسه احتمال كبير في كلام على ان ديبالا ممكن رايح القادسيه، فهنشوف ايه اللي هيتم. لاتسيو ما فيش يعني اسامي وسط، ولكن يعني جيده الى حد ما، تشاونا ولا نوزلين ولا كاستروفيلي، اسامي كانت يعني بارزه الى حد ما في الدوري الايطالي، ولكن من مش الاسامي الرنانه او النجوم اللي نتكلم عليها زي. لكن زي ما بقول هو الدوري الايطالي كله ما فيش الاسامي يعني الكبيره. يمكن هنتكلم في الاخر على كومو، هو اللي يمكن او بنتكلم عليه دلوقتي، يعني جاب بيلوتي وجاب بيبرينا وجايب فاران مع اخرين، ولكن دول ابرز الاسامي. يمكن اسامي تعتبر كبيره، فكرنا شويه بسالرنيتانا، فهل هيكون مصيره زي مصير سالرنيتانا ولا كومو مع فابريجاس؟ يعني فابريجاس طالع بيهم من تحت، الموضوع مختلف، جايز يكون بيأدي، ولكن برضه السيريا يعني مش يعني ممكن تقرقش اي فريق. فهل الفريق هيصمد في السيريا ايه ولا ايه اللي هيحصل؟ ولكن يعني يمكن من الابرز الاسامي، ويمكن بقول عشان المدينه خلابه، فيعني الى حد ما جذبت نجوم يعني. انا برضو من الفرق اللي عجباني الميركاتو بالمويسكين اللي راح فيورنتينا. طبعا هياخدوا ثواب قد كده فيورنتينا، غير ان هم عاملين ميركاتو لا باس به، ولكن هياخدوا ثواب على مويسكين. ولكن جابوا غير مويسكين، جابوا كولباني
جابوا ديخيا كحراسه مرمى، جابوا امير ريتشاردسون. يعني في يعني اسامي كتير ممكن نعتبرها الى حد ما جيده، وحتى الان هم لسه بيفاوضوا تقريبا جودمانسون، هل هيجي ولا لا. كلام على ماكيني وارتور جايز يروحوا لهم، هنشوف ايه اللي هيحصل، ولكن هي دي يمكن الاسامي. بولونيا بعد بيع كالافيوري وزيركزي يعني جابوا دالينجا وجابوا هولم وجابوا ايرليتش. يعني المهم يعني ميركاتو الى حد ما دي ابرز الاسامي. ما فيش اسم تم اضافه، يعني لا في اسم دخل الدوري الايطالي، يمكن دوجلاس لويز وكافرين تورام يمكن ابرز الاسامي يمكن حتى الان، بالرغم من ان لسه في نواقص كتير في ميركاتو اليوفي، وهنبقى نعمل ان شاء الله ممكن بكره ولا حاجه لايف الميركاتو بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. ولكن يظل برضو اليوفنتوس يمكن عامل احسن ميركاتو بالنسبه لباقي الفرق في الدوري. يعني مفيش اسم زي ما بقول كبير، زي ما قلت السمة الأساسية تغيير المدربين. وزي ما بقول احنا عندنا يعني هنبدأ اليوم السبت عندنا ماتشين الساعة 7:30، ماتش جنوة مع الانتر، وماتش يعني طبعا جنوة طبعا كل الماتشات بقى لازم هيبقى عندنا حماس شديد ان احنا عايزين نشوف كل الفرق هتعمل ايه، هنجس نبض. يعني جنوة انتر ممكن يكون ماتش سهل على الانتر، وممكن يكون صعب جدا وخصوصا ان هو خارج الديار. وعندنا بارما مع فيورنتينا، ده برضو ماتش يعني عندنا فضول شديد. اسمين تاريخيين في وقت من الاوقات كان زي الماتش ده ماتش كبير، ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل فيه. بعد كده برضو عندنا ماتشين بعديها الساعة 10:15 طبعا بتوقيت القاهرة او مصر او السعودية. عندنا ميلان مع تورينو، وعندنا امبولي مع مونزا. هنشوف برضو ايه اللي هيحصل. يجي يوم الاحد عندنا 4 ماتشات 7:30، ماتشين بولونيا اودينيزي، فيرونا نابولي، وعندنا 10:15 كالياري روما، مع الناحية الثانية في لاتسيو مع فينيسيا. هنشوف هيحصل ايه. ثم يأتي يوم الاثنين العظيم بالنسبة لنا احنا كيوفنتيني، ليتشي مع اتلانتا، وبعديها ماتش يوفي كومو البداية. فهنشوف ايه اللي هيحصل. هنتكلم على التوقعات، وزي ما بقول هي توقعات أولية طبعا. أنا متوقع ومتفائل ومتأمل، ولسه بقول طبعا لسه هنشوف الميركاتو يقفل عليه وكل حاجة، ولكن عندي إحساس ان شاء الله يعني حامل اللقب هذا السنه، هذه يعني البطل هذه السنه او بطل الاسكوداتو ان شاء الله يكون اليوفنتوس باذن الله، يقدم موسم كبير ان شاء الله. هو طبعا انا شايف التنافس الاساسي هيكون بين يوفنتوس مع نابولي مع الانتر. يعني نابولي مع كونتي لا يستهان به على الاطلاق، الانتر مع سيميوني انزاجي مع بعض الاضافات، وهو فريق مستقر الى حد ما حتى لو تدعيمات مش بنفس المأمول من بعض عشاقه. ولكن انا اعتقد طبعا الانتر اكثر استقرارا، ولكن كونتي ما ينفعش نشيله من المعادله، ويمكن ده يعني هو ده الليفل الاول. الصراع اعتقد هيكون الثلاثي بين نابولي انتر اليوفي. اتمنى واتوقع ان شاء الله اليوفنتوس هو اللي يخرج فائز من هذا الصراع، ولكن نابولي انتر هم اللي هيكون في وجهة نظري هيكون حد فيهم مركز تاني وحد تالت. وممكن يعني اقول نابولي لو ظبط، ولو نابولي كمل معاهم كونتي، لان كونتي ممكن يعني باللي احنا شايفينه اللي بيحصل ده ممكن ما يبداش معاهم الموسم يعني. ولكن اذا بدأ الموسم واشتغل كويس وركز ممكن يفنش تاني او تالت، ولكن اعتقد يبقى تاني والانتر تالت. عارف ان في ناس كتيرة تتكلم على الميلان وروما بشكل كبير. ميلان وروما يا اما هيخشوا في الميكس ده، يعني يا اما هيخشوا في الصراع ده، يا اما وانا متوقع ان هم هينزلوا تحت المستوى ده مستويين. يعني انا متوقع اتلانتا هيكون منافس شرس. اتلانتا عامل فريق كويس حتى لو خرج منه كوب ماينرز، في كلام على تعويضه باورايلي، وجاي عامل شويه صفقات جيده مع استقرار جاسبريني. فانا اعتقد يعني نابولي اتلانتا هيخش مع نابولي والانتر واليوفي، يعني يمكن يكون اقواهم. وعندي احساس ان فيورنتينا مع بالادينو برضو لا يستهان به، ممكن يكون مفاجأة. يعني المفاجأتين اللي ممكن يبقى على المستوى القليل كومو، ولكن على المستوى العالي اعتقد فيورنتينا ممكن يفاجئنا. يعني كومو ده ممكن يعمل لنا مفاجأة زي مونزا كده، الله اعلم او اشد. ولكن اعتقد ان فيورنتينا برضو عندي احساس ان هي هيكون يعني تحت مستوى الصراع او قريب من مستوى الصراع مع اتلانتا. يعني اتلانتا وفيورنتينا هيكونوا بيشدوا مع الثلاثي اللي انا قلتهم فوق، يمكن قبل ميلان وروما، يمكن قبل ميلان وروما. ده احساسي. ميلان وروما لو الامور ظبطت معاهم واشتغلوا كويس وكل حاجه، ولكن ما اعرفش ليه عندي احساس ميلان وروما يعني الموسم مش هيكون قد كده، وخاصه ميلان. يعني حتى روما في امل شويه، ميلان انا مش يعني ما اعرفش ليه مش متفائل له قوي. حاسس ان هو هيكون اقل من اتلانتا
وجايز من فيورنتينا كمان ميلان، يعني يوفنتوس انتر والنابولي بيلعبوا بعديها اتلانتا فيورنتينا من وجهه نظري، بعديها ميلان وروما يجوا بعديها، هو ده اللي ممكن، ويمكن بقى بعديهم يجي لاتسيو وبولونيا الحاجات دي، ولكن اعتقد ده التوقع الاول. طبعا ده بقول توقع اولي لان خلال الموسم في حاجات هتبان، الميركاتو هنشوف هيقفل ازاي، مين هتظبط معاه الدنيا، مين مش هتظبط معاه. 11 فريق مغيرين مدربين واثنين منهم مغيرينهم في مارس ولا اللي فات، فيعني الامور لسه ضبابيه الى حد كبير، ولكن انا اتمنى واتوقع زي ما بقول اليوفنتوس حاسس ان هو يعني في شيء كبير بيتم يعني تجهيزه، فان شاء الله يعني تك او كليك ونشوف الامور هتمشي ازاي مع اليوفنتوس ونابولي والانتر طبعا زي ما بقول اذا كان مكمل كونتي. فبس هي دي كده يعني دردشه ما قبل بدايه الجوله الاولى من السيريا A، ويمكن زي ما قلتها في اللايف بعيد تاني نظامنا ان شاء الله في الدوري هيكون لايف مش ساعه الماتش، هيكون اللايف بتاعنا هيكون مع خلاصه الجوله، يعني ان شاء الله بعد ماتش اليوفنتوس هعمل الملخص بتاع الماتش او الدردشه اللي على الماتش، هتكون حلقه عاديه فيديو مصوره زي اللي انا بصوره دلوقتي، ولكن ان شاء الله بعد ما الجوله كلها تنتهي نطلع لايف نتكلم على اليوفنتوس تحديدا، ونتكلم على باقي الماتشات الجوله كلها وعلى الفرق، ونتبادل اطراف الحديث على اساس يكون يعني الملخص الجوله يكون مشوق. اعتقد هيكون نظام لذيذ يعني للجميع، ويعني خدت الاراء، وان شاء الله يعني يكون موسم جميل ويلاقي النظام ده قبول الجميع يعني. فالى ان نلتقي ان شاء الله يعني باذن الله يكون مع ملخصات الجوله او لايفات تانية في النص، ولسه هيكون في لايف الميركاتو بتاع اليوفنتوس شغال زي ما احنا نكمل دردشه، ولو في اي حاجه هيكون بينا برضو لايفات او دردشات ان شاء الله، ربنا يدينا العمر والصحه ونتقابل. اللي اول مره يشوف القناه دي مش قناه بس عن الدوري الايطالي او اليوفنتوس، لا فيها كلام طبي وفيها كلام عام، بصوا على القوائم كل واحد يبص على يعني اللي ممكن يشده غير الكوره او مع الكوره. يا رب تكون قناه ممتعه ومفيده للجميع، ولو لقيتوها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد. وقبل ما بمشي لازم اذكركم واذكر نفسي بالدعاء لاهلنا في فلسطين، يعني مش عارف ايه اقول ايه غير حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان، ودعواتكم لكل المستضعفين في كل مكان، في سوريا في السودان في كل مكان، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان. ربنا يدينا العمر والصحه ونتقابل على خير سواء اللايف الجاي او الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.